عزيزي المتابع، أنا عارف أن الصورة جذبتك، وعارف أيضا أنك بتعتقد أني عرضت هذه الصورة عشان أجذبك لكي أستهزئ بالحديث النبوي: تفاءلوا خيرا تجدونه. لكن أنا آسف، أنا بخيب ظنك ولن أستهزئ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المقطع بيستفز ناس كثير، وأنا لازم أتكلم وأخرج اللي بقلبي حتى لو استفز ناس كثير، لأن بعض الناس مش مقدرين خطورة الكلام. اللي ما بيعرفني، أنا خالد حمزة، وبتكلم على كل جديد وغامض، وبتكلم على كتب، وأيضا على مواضيع مهمة مثل هذه المواضيع اللي أنت بتشوفها الآن. فلو أعجبك المحتوى اشترك في القناة. بس قبل ما أبدأ وأتكلم، أنا ما جيت هنا أدعي إني إمام. أنا يمكن أكون أكثر واحد مذنب فيكم، لكن ضروري أتكلم من باب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في 2015 هذا الكلام حصل في صنعاء. خرجت للشارع وكان في ضرب شديد في جميع الأماكن، والناس كانوا في ناس خايفين. احنا كلنا كنا خايفين طبعا يعني. بس حصلت مجموعة من الناس، قلت لهم إن شاء الله خير، تفائلوا بالله خير، يعني ربنا كبير. قال لي واحد إيش؟ قال لي تفائل أنت، احنا معطفين. شفت الكلمة اللي قالها؟ تفائل أنت، احنا معطفين. طبعا هذا الكلام يعتبر استهزاء بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا خيرا تجدونه. ولما تيجي تتمعن بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إيش قال؟ قال تفاءلوا، ولم يقل تفاءل، قال تفاءلوا. إذن بيتكلم على مجتمع بالكامل لازم أنه يتفاءل ويثق بالله. أنت لما تحصل نوعية من الناس هذا يقول لك: إيش من تفاؤل، إيش من طلي، شفت الوضع كيف هو معك، بتشوف كيف الوضع. هذا استهزاء بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كن قدر الكلمة اللي أنت بتقولها، للمرء نصف ما نطق. 2011 والله العظيم أذكر هذا الكلام ولا أنساه أبدا. كل ما لما خرجوا الناس ضد يعني علي عبد الله صالح، وكانت المهم هذه القناة ليست للسياسة. وبعدين كنت أشوف أي واحد أتكلم معاه، يعني معظم الناس كنت أتكلم يعني إيش الوضع، إيش يقول لك: عتجرح حرب، عتجرح حرب. في 2015 فعلا حصلت حرب. كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني التفاؤل لازم يكون من مجتمع بالكامل. قدر الكلمة الذي أنت بتطلع من لسانك. وأنا بقول لك ليش هذا يعتبر استهزاء بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أشتيك تتخيل الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمامك. بلاش تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام. روح لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له نفس الكلام هذا. قل له نفس الكلام هذا اللي أنت بتقوله الآن: تفاءل أنت. ليش أنا بقول لك الكلام هذا؟ حتى لو الحديث هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا خيرا تجدونه، غير صحيح أو يعتبر حديث ضعيف، لا يحق لك الاستهزاء فيه أبدا. هناك آية كريمة تقول إيش بالضبط؟ أبي الله وبآياته وبرسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بس أعتقد إنها لسه ما وصلتكش الآية هذه. أنا بحاول أوضحها لك أكثر. كيف؟ شوف الآية الثانية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا شوف في فرق بين الذي أسلم وفي فرق بين الذي آمن. ارجع الآن للآية الأولى: أبي الله وبآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف، يعني الله أنزل ناس من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الكفر بسبب الاستهزاء. صح؟ الآن وصلت أكثر، صح؟ يعني أنت لما تتكلم على الوضع بشكل عام ممكن أنك تتكلم، يعني تقول: يا أخي يمكن يشتيلنا 50-60 سنة عشان الوضع يتصلح. يعني هذا الكلام ممكن أني أتقبله، لكن أنك تقول تفاءل أنت. دينك أمرك بالتفاؤل، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بالتفاؤل، النبي هو الذي أمرك، فأنت بتقول له تفاءل أنت.
معناته أنت مستهزئ بالدين، أنت مستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. كون قدر الكلمة اللي بتخرجها، قدر الكلمة اللي بتخرجها من لسانك. مرة طلعت في باص، وبعدين كان الوضع سيء، الكلام هذا قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. وبعدين في واحد بيشتكي، يعني بيقول، وأنا كنت جنبه، يعني يقول يا أخي الوضع سيء ومش عارف إيش، وهذا واحد ثاني. وبعدين في واحد كذا دخل قاطعه في الكلام وقال له والله عادكم عتاكلوا شوف الكلمة اللي في الشاشة الآن، والله قال له هكذا. فهذا قام صاح، قال عادك تشتي تخلينا ناكل يعني فين عادكم توصلونا. هو بيقول هذا، بيقول فين عادكم تشتوا توصلونا. ليش؟ لأن اللي جنبي مقدر الكلام اللي بيخرج من اللسان. في ناس فاهمين، يعني في ناس فاهمين عارفين إيش الكلام هذا ممكن يودي مجتمع في 60 داهية. أنا أقول لك حاجة، الإنسان الغير متفائل والله العظيم هذا لا يحب دينه ولا يحب وطنه ولا يحب أولاده اللي خلفهم أصلا. يعني أنت الآن أنت بتتشائم على أسرتك، حتى تجد هذا الشخص أصلا حتى هو متشائم على حياته الشخصية. بس أنا أوري لك إنه المجتمع هذا فيه غلط. يعني إحنا عايشين في وضع سيء. صاحب مكتبة كنت أتكلم معاه دائما، كنا نفتح مواضيع وهكذا، فكنت أقول له يا أخي تفائل بالله خير، يا أخي إن شاء الله خير. فأصبح كل ما يشوفني في مكان كان يقول لي يا أتفائل، أمانة عليك، هكذا. تمام. بعدين كنت عديتها له أكثر من مرة. لما يوم هكذا مشينا في مكان حصلني قال لي أتفائل، أمانة، هكذا. قلت له غصبا عن عينك بتفائل. طبعا هو استغرب أنني كلمته بالكلام هذا وانصدم هكذا زي الوجه حمر. وبعد كذا انقطعت بيني أي صلة بيني وبين هذا صاحب المكتبة، أي صلة بالكلام تماما. وأنا بالنسبة لي مش مهم يعني، تمام، إلا الاستهزاء بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا ما كلمتش الكلام هذا وقلت له أن أنت مستهزئ بالحديث، بس المفروض هو يفهم يعني على نفسه. لأن بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا إنسان واقعي، أنا مالي ومال الواقع. دينك أمرك بالتفاؤل، وتتفائل متى؟ في الأيام وفي الأوضاع السيئة. مش أنا أتفائل والوضع عندي مرتاح وأنا كل شيء سابر. خلاص أصلا وضعي أنا أصلا وضع كويس، ليش أتفائل؟ قد كل شيء سابر أمامي. لكن تتفائل في الأوقات السيئة الذي أنت فعلا في أزمة، على أساس تخرج من الأزمة هذه. عموما أنا أنصحك نصيحة يعني لوجه الله يا عزيزي المتابع، إذا شفت المجتمع اللي جنبك متشائم، تمام، اعرف أنه في خلل في المجتمع نفسه، لكن تفائل عشان حياتك الشخصية، حياتك أنت. أنا بحصل عمل كويس حتى لو كانت الظروف سيئة، أنا ببحث وبحصل عمل كويس. تفائل عشان حياتك أنت حتى لو كان الوضع جنبك سيء. المهم أنا أشتيك تقدر الكلمة اللي أنت بتخرجها من لسانك، لأنه أنت وغيرك تسبب في كارثة في البلد هذه. لا تقول لي أصحاب مش عارفين ولا أصحاب، إحنا ما بنتكلمش على فئات ولا على السياسة، إحنا بنتكلم على الدين نفسه. إيش أمرك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه، الحين أنا بقول لك إنه الاستهزاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر، حتى لو كنت مؤمن في درجة الإيمان. تحب تشائم زيك؟ يلا كلها 16-17 سنة واليمن تتصلح. والله يا أخي إنكم تشتوا. قعد بعضهم يقول لك والله بعضهم يقول لك يشتي لنا 50-60 سنة 50-60 سنة 50-60 سنة. يا أخي اتق الله. عاد في بعض الناس يا أخي هذا ضحكني والله. دكتور طبعا عندنا، بس ما فيش داعي لذكر أسامي، يعني دكتور يعني بروفيسور، يعني وهو يعتبر في جامعة صنعاء، يعني مرتبة عالية. إيش قال لي المرة الأولى حصلته؟ قال لي يا أخي إحنا بنتكلم عن الحديث النبوي الذي هو بيتكلم إنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. طيب إحنا الآن في وضع سيء، فبس الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث قال الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان، لازم إنه يكون أول حاجة في إيمان، تمام؟ فإذا كان في إيمان معناته إنه حيكون فيه حكمة، لكن إذا ذهب الإيمان ذهبت الحكمة.
صح؟ هذا قال لي إيش؟ قال لي يا أخي أنت صدقت. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان في الوقت هذاك شاف اليمنيين جاءوا له كثير، اليمنيين جاءوا بشكل كبير لعنده، فهو شاف كذا واحترق، قال يلا الإيمان يمان والحكمة يمانية. هي إيش رأيك هذا بالكلام هذا؟ هذا مش استهزاء؟ أسألك بالله، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيحترق من ناس، بيحترق من ناس على دينه؟ عموما أنا أشتيك تقدر الكلمة الذي أنت تخرجها، أنت حتكون متسبب في كارثة، لأنه غيرك بيستمع لك وبيتأثر بكلامك. وفي آية هذه اللي تخلي الواحد يراجع نفسه، يراجع حساباته. إيش بتقول الآية؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني أنت يعني تتفاجأ يوم القيامة بحاجة أنت عملتها ومش مقدرها، تطلع لك أمامك وتوديك في 60 داهية. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حاجة ما كانش يحتسبها خالص. زي هذا الاستهزاء. الاستهزاء يؤدي إلى الكفر. الشرك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من شرك أعلمه ومن شرك لا أعلمه، لأنك أنت ممكن تنطق بكلام وتشرك وأنت مش عارف. عشان كذا لما يقول لك تدعي بالدعاء هذا اللهم إني أعوذ بك من شرك أعلمه ومن شرك لا أعلمه، القصد منها التبرؤ من الشرك أيا كان، حتى لو أنا غلطت بكلامي وأنا مش عارف. شوف تخيل، فالاستهزاء برضه ممكن يجي لك بنفس الطريقة هذه، إنك تستهزئ بحديث نبوي تروح في 60 داهية. عموما أكتفي إلى هنا، وأقول لكم بس فقط مقولة رائعة لأحد الصالحين: كنت أظن بالله سوءا ويخيب ظني، فكيف إن أحسنت بالله ظني. يعني تخيل هذا الرجل الصالح كان يظن بالله سوء في أوقات معينة، فالله تعالى يعني يفاجئه بأنه يخرجه من الكرب هذه اللي كان فيها، فكيف إذا أحسن بالله الظن. ولكل إنسان يستهزئ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول تفاءل أنت، تمام، إيش؟ يتذكر قول الله تعالى إن بعد العسر يسر، إن بعد العسر يسر. نشوفكم على خير.